زي ما تعرفون أفلام الكرتون في معظم الأحيان تكون مقتبسة من قصص حقيقية أو من قصص حصلت في عالمنا الواقعي. وأنا تكلمت من قبل عن الكثير من القصص الحقيقية وراء الكرتون، وفي فيديو اليوم قررت أني أكمل في هذه السلسلة، وبالتحديد بتكلم عن القصة الحقيقية والمظلمة وراء كرتون الجميلة والوحش وكمان فيلم ديزني دمبو. قبل لا أبدأ الفيديو أحب أوضح أني من قبل تكلمت عن قصة الجميلة والوحش الأصلية، وتكلمت عن الرواية الأصلية، ولكن في فيديو اليوم راح نتكلم عن القصة الحقيقية وراء شخصية الوحش في الفيلم. شخصية الوحش في الفيلم أو في الرواية مقتبسة من شخص حقيقي اسمه بطرس غونزالفوس. بطرس عانى في حياته من الاضطهاد والتعذيب بسبب مرضه الوراثي. عانى من الاضطهاد من عامة الشعب وكمان من ملوك أوروبا اللي كانوا يستغلونه أبشع استغلال. ولكن قبل لا أبدأ فيديو اليوم لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة، ويلا نبدأ فيديو اليوم. فيلم الجميلة والوحش هو فيلم يتكلم عن علاقة بين بنت اسمها بيل والوحش، وكيف إنه علاقتهم كانت سيئة في البداية، ولكن بعدين بيل قدرت إنها تشوف الجمال الداخلي للوحش وتحبه بدون ما تحكم عليه. القصة في الفيلم كانت قصة جميلة ونهايتها سعيدة، ولكن القصة الواقعية كانت عكس هذا الشيء تماماً. شخصية الوحش في الفيلم هي شخصية مستوحاة من شخص حقيقي اسمه بطرس غونزالفوس، وأقل شيء ممكن أقوله إنه قصة هذا الولد المسكين مؤلمة جداً لدرجة ما تتخيلونها. بطرس انولد في سنة 1537 في جزر الكناري. من لحظة ولادة بطرس والولد المسكين كان يعاني من اضطهاد وسوء معاملة شديدة جداً من الناس اللي حوالينه بسبب مرض وراثي عانى منه. المرض اسمه فرط الشعر أو الشعرانية. المرض يتسبب بأنه كميات كبيرة جداً من الشعر تنمو في كل أنحاء جسمه. في هداك الوقت للأسف الشديد الناس ما كانت تعرف إنه هذا مجرد مرض، والناس فعلياً كانت تشوف بطرس إنه مخلوق تاني ويعاملونه معاملة الحيوانات. لما بطرس كان عمره 10 سنوات بس تم حبسه في قفص حديدي، وبعدها تم إرساله لفرنسا كهدية للملك الفرنسي هنري الثاني. حياة بطرس في فرنسا ما اختلفت كثير عن حياته في بلده الأصلي. في فرنسا كمان تم سجنه في قفص، بالإضافة إلى أنه مجموعة من الأطباء والباحثين أجروا عليه تجارب وبحوثات مختلفة، وهدفهم كان إنهم يعرفون إذا بطرس إنسان ولا حيوان. مع أنه بطرس كانت عنده القدرة على الكلام والتفكير، وكانت عنده القدرة على أنه يمارس النشاطات العادية اللي نحن نسويها كبشر. وفي نهاية الدراسات الأطباء قالوا إنه بطرس إنسان، وكل الموضوع وما فيه إنه يعاني من اضطراب أو تشوه خلقي. وهنا أخيراً تم إطلاق سراحه. بعدين الملك هنري الثاني أمر بإرسال بطرس المدرسة عشان يتعلم، ولكن الملك عمل هذه الحركة عشان يثبت إنه بطرس ما عنده القدرة على التعلم، وكان عنده اعتقاد إنه بطرس إنسان وحشي زي ما كان يسميه. ولكن الولد فاجأ الكل لما تعلم القراءة والكتابة بوقت قياسي، هذا غير إنه تعلم اللغة اللاتينية. مع كل هذا إلا إنه الملك ما خلى بطرس المسكين في حاله. الملك كان في كل اجتماع أو احتفال ياخذ بطرس معاه ويستخدم مظهره المختلف كوسيلة عشان يضحك فيها الضيوف. ولكن بطرس اضطر إنه يتقبل هذه المعاملة، لأنه إلى الآن هو مجرد طفل في غربة لوحده. وقبل هذه المعاملة مقابل إنه يعيش في القصر الملكي ويلبس أحسن الملابس ويروح أحسن المدارس. وفي القصر كانوا يسمونه باسم الرجل النبيل المتوحش. بعد موت الملك هنري أخذت الحكم زوجته كاثرين، والملكة كاثرين كانت معاملتها لبطرس أسوأ بكثير من هنري. كاثرين كانت مصرة على تزويج بطرس من امرأة جميلة. في ناس كثير اختلفت على السبب اللي خلى كاثرين تريد تزوج بطرس فجأة. في ناس تقول إنه كاثرين كانت شايفة إنه فكرة إنه بطرس يتزوج امرأة جميلة فكرة مضحكة، وفي ناس تقول إنه السبب لأنه كاثرين كانت تريد تشوف أطفال يعانون من الشعرانية. على العموم بعد فترة قصيرة الملكة بالفعل لقت زوج لبطرس، وهي امرأة كمان كان اسمها كاثرين، وكانت بنت أحد الخدم في القصر الملكي. كاثرين وهي زوجة بطرس كانت رافضة إنها تتزوج بطرس في البداية، ولكن الملكة أجبرتها إنها تتزوجه، وفي النهاية حصل الزواج. ولكن بعد الزواج كاثرين بالفعل بدأت تحب بطرس، واستمر زواجهم لمدة 40 سنة، وفي هذه المدة أنجبوا 7 أطفال، و5 من أطفالهم كانوا مصابين بالشعرانية.
لما الملكة شافت إنه بعض من أطفاله كمان كانوا مصابين بالمرض، أخذت بطرس وأطفاله وأخذتهم في جولة في قصور ملوك أوروبا، وكان الهدف إنها تستخدم مظهرهم المختلف كعرض من العروض المسرحية. وفي سنة 1591 ملوك أوروبا بدأوا يعتبرون عائلة بطرس كممتلكات بالنسبة ليهم أو كحيوانات أليفة، وكانوا يرسلون أطفال بطرس المصابين بالشعرانية للعوائل الملكية الأوروبية كهدايا بالنسبة ليهم. وللأسف بطرس وزوجته ماتوا بسبب كبر السن بدون ما يعرفون مكان 5 من أطفالهم، وهم الأطفال اللي كانوا مصابين بالشعرانية. كاثرين ماتت في سنة 1623. أما بطرس فللأسف ما حددوا تاريخ وفاة بالنسبة ليه، لأنه المدينة اللي كان ساكن فيها ما كانت تعتبره من جنس البشر. وهذه كانت القصة الحقيقية للجميلة والوحش. القصة الثانية اللي راح نتكلم عنها وهي قصة دمبو الحقيقية. فيلم دمبو هو فيلم يتكلم عن فيل عنده آذان طويلة جدا، والكل كان يستهبل عليه بسبب شكله المختلف، ولكن في النهاية الفيل اكتشف أنه عنده القدرة على الطيران بسبب آذانه الطويلة، وهنا بدأ يقدم أفضل العروض في السيرك بسبب هذه الموهبة. مثل كثير من أفلام ديزني، قصة فيلم دمبو مقتبسة من قصة حقيقية. القصة الحقيقية تتكلم عن فيل كان اسمه جامبو. زي ما تعرفون إنه الفيلة هم جزء كبير جدا من السيرك. جامبو كان فيل من جنوب السودان، وتم أخذه من بلده الأصلي وحطوه في سيرك في شمال لندن. جامبو كان مختلف عن معظم الفيلة التانيين في السيرك بسبب شخصيته المميزة وذكائه الخارق. الناس كانت تقول إنه جامبو كان يمزح مع الجمهور، ومرات يؤدي عروض مختلفة من تأليفه هو وبدون أي تدريب مسبق، ولكن شخصيته المميزة خلت السيرك تستغله أبشع استغلال. جامبو كان يشتغل دائماً وما كان يرتاح أبداً. في الليل يؤدي العروض في السيرك، وفي النهار كان ياخد الناس في جولات على ظهره، وهذا الشيء كان مؤذي جداً لعمود الفقري، حتى إنه بعد ما مات الأطباء قالوا إنه عمود الفقري كان في حالة سيئة جداً، ومستغربين كيف كان أصلاً عنده القدرة إنه يتحرك من مكانه. وبسبب مشاكل ظهره كان يعاني من آلام شديدة ومستمرة. الآلام ما كانت تروح أبداً، وكانوا يعطون جامبو كميات كبيرة من الكحول عشان يخففون الآلام اللي يحس فيها. وطبعاً شرب الكحول كان مضر جداً بصحته، وخصوصاً الكميات الكبيرة اللي كان يشربها. وحتى إنه نقدر نشوف لقطات في فيلم دمبو وهم يشربون كحول، وهذا المشهد كان مشهد مستوحى من حياة جامبو الحقيقية لما كان يعتمد على الكحول لتخفيف الآلام. جامبو مات وهو عمره 24 سنة، وحالته الصحية كانت سيئة جداً في وقت وفاته. وهذه كانت باختصار شديد قصة فيلم دمبو الحقيقية. وكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وعرفنا الماضي المظلم وراء بعض أفلام ديزني. وفي النهاية أحب أشكركم على المتابعة، وأشوفكم في الفيديو القادم.